واضح ان ايفونا بعث من جديد. كل شيء في المباراة. هنا كرة لصالح الاهلي، الاهلي هل تأتي ردة الفعل؟ الله! دول ناشئي الاهلي تحت 20 سنه، وعايز اقول لك ان هم بيلعبوا امبارح باريس سان جيرمان. يعني تخيل ناشئين الاهلي بيلعبوا باريس سان جيرمان وضيعوا اكتر من 5 فرص، والماتش امبارح كل الناس شافتها، ما قلتش حاجه ما حصلتش. وباريس سان جيرمان اتعادلت في اخر الشوط الثاني في الدقيقه 90. يعني كان ممكن نطلع الماتش ده اقل شيء 4-0 اقسم بالله. ولكن خلينا نركز في الموضوع. عبد العزيز ايفونا ده من افضل مهاجمين جيله، يعني الجيل اللي هو فيه مفيش غيره. فواضح ان احنا داخلين على ايام حلوه وايام جميله وانفراجه في خط الهجوم. عايزين نحل مشاكل تانية كتير زي الباك اليمين. الباك اليمين مش موجود في مصر، والبلاي ميكر ناقص جدا. البلاي ميكر اللي زي ابو تريكه وعبد الله السعيد ده. عايزين نطلع الشباب دي يا جدعان، عايزين نكسر الدنيا. احنا عندنا خامه اهي. العين بقى، العين اللي تشوف. زي ما ارسن فيجر قال من يومين، قال لك انت ناقصك بس في مصر سكاوتنج تيم محترم محترف ينقي ويعرف يختار بما يرضي الله. خلص الكلام. عندنا لعيبه بس ما عندناش عين. دوروا هتلاقوا. سلام.